تعالوا نشوف مع بعض نماذج للوصف بالانجلش. يعني ازاي اعمل وصف الحاجه بالانجلش. احنا طبعا فهمنا يعني ايه فرق بين الديسكريبشن وبين الديفينيشن. description يعني وصف و definition يعني تعريف. For example, if I'm gonna describe something، لو انا هوصف حاجه، انا هوصف مثلا عندي في الغرفه، هوصف مثلا كرسي، انا مش هعرفه، انا هوصفه، هعمل له description مش definition. فلو هعمل description للكرسي هقول ايه بالانجلش؟ some phrases، بعمل جمل بسيطه مش complicated step by step. هقول my chair is big. My chair is big. For example, my chair is brown. My chair is big. My chair is brown. Also I can say my chair is big and brown. My chair is big and brown. ببدأ أطول الجملة شوية عشان أقول جمل أسهل، بشكل أسهل. يبقى my chair is big. My chair is brown. My chair is big and brown. أنا كده بعمل description للchair. نحاول نعمل جمل زي كده في الحاجات اللي عندنا في around us، في الغرفة بتاعتنا، في المكان اللي قدامنا. نحاول نعمل جمل بالشكل ده، يبدأ الانجليش معانا ستيب باي ستيب يبقى أقوى بشكل كبير جدا. نعمل description بحاجات بسيطة. And let's try together. What can we do?